السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في قناتي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنصايب معكم الملوي بالزعتر والزيتون والجبن، كيجي رائع. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 3 زلايف كبار ديال الدقيق الابيض الحرش، واحد زلافه ديال الفينو السميد الناعم، عندي شويه ديال الملحه حسب الذوق، عندي واحد الخماره من فئه 8 غرام، عندي واحد المعلقه كبيره ديال العسل، تقدروا تعوضوه بالسكر ولا سنيده. صافي كنجمع الخليط ديالي بشويه د الماء دافي، غير كنجمعو ما كنعلكوش بزاف. كنجمعها بشويه د الماء، تكون العجينه ما تكونش خفيفه، تكون قاصحه شويه شاده في راسها باش العماره ما كتخرجش ما كتقطعش لينا. غير شويه كنجمعها واحد شويه وكندير لها شويه د الزيت، كندهنها ونديرها في واحد البلاستيكه وكنخليها واحد المهم واحد 3 سوايع، ولا ما كنتيش مزروبه عليها ما كنعلكهاش بزاف، كنخشيها في البلاستيكه وكنخليها ترتاح، كتعلك راسها براسها. كنخليها واحد المهم واحد 3 سوايع. وقت اللي درتي كل ما ارتاحت قد ما مزيان كنقطعها كويرات صغار الحجم اللي بغيتو، كنخليها ترتاح وندوز للحشوه اللي عندي فيها هنايا الزيتون مقطع، واحد المعلقه كبيره ديال الزعتر مطحون، غبره، واحد 3 المعالق كبار ديال الزيت زيتون، الزيت البلدي. كنطحن الكل كيجيني على هذا الشكل هذا، ما يكونش مطحون بزاف. صافي كنديرو في واحد الطبيصيل، كنزيد عليه واحد الجبن، بواطه ديال الجبن اللي يكون خديت انا هاد النوع اللي مزيان ما كيطلقش الماء بزاف، ما كيطلقش الماء كاع في العجينه وما كتقطعش. كنخلطو مع داك الزيتون والزعتر مزيان، كيجينا على هاد القوام ديالو بحال هكا. عندي هنايا واحد زلافه درت فيها الزبده والزيت باش نورق. صافي وكنبدا نورق المسمن ديالي على هاد الشكل اللي غتشوفوا. غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، كيجي مذاقو زوين. صافي كنورق العجينه، كندير فيها واحد شويه، كندهنها كامله بديك الحشوه اللي عندي. كندير زويته وشويه الزبده وكندهن بديك الحشوه. صافي كنطويها، كنجيب هاد الشيء هنا وكندي الجهه الاخرى فوق منها. صافي وكنلوي. نعاود معكم واحده اخرى. من بعد ما كنكمل الكميه اللي عندي كنضغط عليهم، كنلقاهم ارتاحوا شويه كنضغط عليهم كيف ما هو موضح في الفيديو. صافي كنخليهم يرتاحوا واحد شويه وكنشعل عليهم، كنشعل البوطه على المقله باش تسخن ليا وكنبدا نطيب. كيف كتشوفوا انا كنقرصها ما كيتقطع العجينه ما والو، غير العجينه خاصها تكون شاده راسها شويه باش ما تقطعش. البوطه تكون ما مجهداش باش ما يتحرقوش، ماشي غير نرميوهم يتحرقوا، باش ياخذوا الوقت في الطياب وكيتنفخوا.
كيف كتشوفوا ما كيتقطع ما والو. صافي كنرميهم وكنبقى نقلب فيهم حتى كيتحمروا من الجوانب كاملين وكيتنفخوا. كيجي داك المذاق ديال الزيتون والزعتر والجبن كيتوالموا، المذاقات كيجيو زوينين فيه في المسمن. في نفس الوقت ما كياخذش معنا الوقت بزاف. المسمنات ديالي وجدوا. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ما تبخلوش عليا بشي جيم او كومونتير زوين بحالكم. مسمن انا نفتح معاكم وحيده راه كيجي مورق ولذيذ بزاف. نتمنى تجربوه وتردوا عليا. واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش توصل بكل ما هو جديد في القناه. خليتكم على خير، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.